حكاية خضرة دي ملعوب واتعمل عشان حديد الزراعية وصل للبلد. دلوقتي أكبر ما فينا هيتلاف وهيتهت وهيسكت. بلد هتروح والأمر لله. محدش مكوي في البلد دي إلا اللي مرمي فيها. بعد إيه يا شيخ حسون؟ حاربنا سوا أيام الإنجليز وأيام الصلح. رحنا الشام في عز البرد والتلج نحارب. شفنا الموت بعينينا، دفنا مننا ناس في التلج، لا خفنا ولا ولينا. ليه؟ لأننا كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة. وفي ثورة سنة 19 حاربنا مرة تانية مع سعد باشا، حرقنا الغطار، قطعنا سكة الحديد ضد الإنجليز، ضربوه حبسونا، مات مننا أولاد، إنما كنا رجالة ووقفنا وقفة رجالة. وفي الانتخابات اللي فاتت بلاش تتكلم عن النتيجه، انما احنا وقفنا معاك يا شيخ حسونه وسمعنا كلامك. كانت النتيجه ايه؟ انضربنا، اتهنا، لكننا كنا رجاله وقفنا وقفه رجاله. لما كانت حياتنا متعلقه بشعره وبيننا وبين الموت خطوه واحده ما خفناش، هجمنا بصدورنا، حاربنا عدونا. ليه؟ لاننا كنا رجاله وكنا واقفين وقفه رجاله. دلوقتي بقينا فين؟ كل واحد راح لحاله، كل واحد شق طريقه، كل واحد افتكر نفسه ونسي الباقيين. انت يا شيخ حسون انت سبت البلد ورحت البندر علشان تاكل العيش الابيض المتمرغ في تراب الميري. والشفيوس يا عيني على الشفيوس، فتح له دكان علشان يسد لقمة العيش من بصلة الفلاحين الغلابة. أنا إيه؟ أنا رغر فضلت كافي خيري شري، فضلت عايش ساكت وصابر. الفيلم طلع والمليج اتلقب بأنتوني كوين الشرق.